السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكة، في وصلتوا البنات مع التحضيرات ديال العيد. رمضان ما شاء الله ما بقى له والو غادي يسالي، صراحة هاد العام هذا رمضان طار. الله يجعلنا ربي من المقبولين عنده، الله يقبل منا ومنكم الصيام ديالنا والقيام ديالنا وصالح الأعمال، ويحقق ربي الأماني لأي واحد كيتمنى شي حاجة يا ربي الحبيب تحقق له في هاد العواشر هادي. البنات كما شفتوا غنشارك معكم الصابلي كيجي غزال صراحة الله، ما كيتعوّج ما حتى شي حاجة، غنشاركو معاكم بجميع التفاصيل ديالو. العجينة المعتمدة اللي كنعملها في الصابلي، شوفوا أنا المراشم اللي رشمت بهم هايدا كيما الطبق قد المرشم اللي رشمتو عليه. تبعوا غير الفيديو المقادير وطريقة التحضير بجميع التفاصيل ديالو غادي ينجح معاكم الصابلي. والصابلي صراحة الله بحال كنقولوا السهل الممتنع، يعني العجينة ديالو هي إلا ما خدمتوهاش مزيان ما عرفتوش كيفاش تخدموها غادي تعاوجكم. أنا كنوريكم الملتفات اللي استعملت هذيك ديال عيد مبارك، واستعملت هذاك اللي كيجي بومبي، واستعملت هذا ديال الأرابيسك. هادو يعني من 4 الأنواع ديال الصابلي بعجينة وحدة. صافي بالنسبة للمقادير غادي نستعمل هنايا 250 غرام ديال الزبدة، كما كنقول لكم كنعمل أنا المنطقية، عندي النكهة ديال الناطا، وعندي كاس ديال بودرة ديال اللوز كتقدروا تستغناو عليها، عندي كاس مخلط ما بين السكر الثقيل والسكر السنيدة، عندي واحد البيضة، وعندي الجليكوز، وعندي الدقيق حسب الخليط. أول حاجة غادي نبدا بها هي غادي نعمل هذيك الزبدة تكون عندي بحرارة المطبخ، هذا باش يسهل عليا أنني نخدمها. وهنايا ماشي مشكل أنكم تعملوا مثلًا 125 غرام ديال الزبدة و125 غرام ديال المارغرين، يعني ماشي مشكل، يعني تقدروا تخلطوا بيناتهم. غادي نزيد عليهم ديك كاس ديال السنيدة مخلط مع سكر ثقيل، كتعطينا قرمشان الصابلي كيجي مقرمش وكيطول معانا لمدة طويلة. غادي ندخل هذيك العناصر مع بعضياتهم كما كتشوفوا، الزبدة مع السكر حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم ويولوا لي فحال الشكل ديال البوماضة. عاد غادي ندوز باش غادي نضيف عليه مقادير أخرى. من بعد ما كيندمجوا لي العناصر مع بعضياتهم، غادي نزيد عليهم ملعقة ديال النكهة ديال النّاتا عفوًا. إلا ما عندكمش نكهة ديال النّاتا تقدروا تستعملوا سكر الفاني، ولكن هاد النكهة د النّاتا تيقوني كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع للصابلي. النكهة د النّاتا كنجيبها معايا من المغرب، هايدا البنات اللي غيجيهم التساؤل، كنجيبها من المغرب. كتمشيو عند موالين الحلويات كتقول لهم بغينا النكهة ديال النّاتا أولا النكهة ديال البسكوي، كيعطيوها لكم. صراحة 10 دراهم كتجي شوية الخير والبركة. هنا غادي نعمل ملعقة ديال الجليكوز هو اللي كيخلي ديك الصابلي ديالنا يطول معانا لمدة طويلة، كيجي مقرمش ويعني وكيصبر معانا ما كيتعوجش. غنعملو ملعقة كبيرة ديال الجليكوز. صافي عاوتاني غادي نخلطو حتى يندمج لي مع ديك الزبدة والنكهة ديال النّاتا. عاوتاني كل حاجة كنعملها حتى كتندمج لي مع بعضياتها. ضروري تعملوا هاد القاعدة هادي، ماشي غير تعملوا كلشي في ضربة وحدة وبقاو تخلطوا، لا، كل مرة غادي تزيدوا، يعني كل ما غتخلطوا حاجة غادي تزيدوا أخرى. أنا غادي نزيد هذيك البيضة، واحد البيضة. أنا عطيتكم العبارة هنايا ديال 250 غرام كما قلت لكم في الأول ديال الفيديو. والصابلي البنات ما كتكونش فيه الخميرة، الصابلي عمرها ما كتكون فيه الخميرة. الخميرة كتعوجو كتنفخو كيجي خايب، الصابلي كيتخدم بلا خميرة. أنا غادي نزيد البودرة ديال اللوز. البودرة ديال اللوز كتقدروا طحنوا اللوز اللي كيكون مقشّر أولا اللوز فيلي كتطحنوه وكتزيدوا كما تقدروا أنكم هاد المرحلة هادي تستغناو عليها، ماشي ضروري تعملوا بودرة ديال اللوز. أنا بغيت نعملو هيدا باللوز، ولكن نتوما تقدروا تعملوه عادي ما تعملوا فيه لا لوز لا حتى شي حاجة وكيجي كيحمّر. أنا كيعجبني الصابلي بالبودرة ديال اللوز فكنزيدو بودرة ديال اللوز. وانتم كما قلت لكم ما تزيدوا له حتى شي حاجه، بغيتو تزيدوها له زيدوها له، ما بغيتوش ما تزيدوا له والو. انا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنجمع كما كتشوفوا كنجمع غير بالصبعين ديالي، ما كندير كامل حتى شي حاجه. انا ماشيه وانا كنجمع فيها، انا ماشيه وانا كنجمع في ديك الدقيق كندخلو في ديك الزبده. العجينه ديال الصابلي ما خصهاش يتدلك، الا دلكت صافي كتولي عجينه مطاطيه ما غاديش تنجح معكم. كتبقى صافي ديك الصابلي فاش كتعملوه كتطلقوه كتعملوه يطيب كيتعوج. حاولوا انكم تجمعوها غير هيدا بحال كنجمع انا براس ديال الاصابع، وانتم كتضيفوا الدقيق شويه بشويه وما تقصحوهاش بزاف، يعني ما خصهاش تكون العجينه ديال الصابلي قاصحه بزاف، يعني خصها تكون العجينه ديالو رطيبه.
باش كيجي هشيش كيجي في ديك كيجي القوام ديالو هشيش ومقرمش في نفس الوقت، يعني ملي كتعطّوه كتحسّوا بديك الهشاشة ديال الصابلي. هاد الصابلي هادا تقدروا هاد العجينة هادي تعتمدوها في الصابليز كاملين، يعني تقدروا تستعملوها في ديك الصابلي ديال personnalisé، تقدروا تستعملوها في تقدروا تعادلوها حتى في لي طارطوليس تع تعمروا بها داك الطويصات تعادلوهم ديال لي طارطوليس، ولا تعدّوا ديك الطورطة كبيرة اللي كتكون معمرة بالكريمة. المهم هاد العجينة هادي صراحة الله ناجحة ومزيونة، كيما قُلت لكم. والنكهة ديال الناطا تقدروا تعوضوها بالفاني، يعني نتوما لكم الاختيار، اللي عنده النكهة ديال الناطا يعملها، اللي ما عندوش يعمل الفاني. ها هي كيف ما كتشوفوا كنجوز يدي فيها شفتوها، يعني ماشي قاصحة، غادي نخليها ترتاح، ضروري أننا نخليوها ترتاح مزيان مزيان، عاد كندوزو باش نطلقو. أنا هنايا ديك العجينة قسمتها على جوج، ديت منها واحد الطرف، هنايا غادي نزيد عليه البودرة ديال الكاكاو المُر، إلا بغيتو تعملوا واحد الشكيلة يقدر يكون بالكاكاو المُر، وغادي نبقى ندخّلو فيه كيف ما كتشوفوا. تا هو نبقى بحال اللي كنفتح هداك الصابلي وكندخّلو فيه، وكيما قُلت لكم الصابلي ضروري يرتاح، تقدروا تعجنوه في الصباح وتطلقوه حتى العشية، المهم خصو هيدا ساعة ونُص ديال المكانة، تعملوه في النيبيرة أولا التلاجة، وغادي تخليوه يرتاح مزيان مزيان، ومن بعد عاد كدوزو باش تطلقوه. ضروري أن الصابلي العجينة الصابلي خاصها ترتاح. هنايا غادي صافي غادي نجمع هاد العجينة مزيان حتى غنوصل للون اللي بغيتو أنا. المهم أنا كيما قُلت لكم ضروري أنكم تزيدوا الكاكاو المُر، ما تزيدوش كولاكاو، تزيدوا الكاكاو المُر، حيت كولاكاو عاد نقّصكم العجينة. زيدوا الكاكاو المُر إلا بغيتو تعملوا شي شكيلة هيدا بالكاكاو المُر، صافي وتا هو غادي تدخّلوا فيه داك الكاكاو، ومن بعد تعملوه في واحد البلاستيك غذائي، وتعملوه حتى هو في التلاجة يبرد ويرتاح مزيان مزيان، وما كيوقع لا والو. هاد العجينة هادي يعني واخا تبيتوها ما كيوقع لها حتى شي حاجة، كتر ما رتحت كتر ما مزيانة، ما كيما قُلت لكم يعني باش ما كتعوّج معانا ما حتى شي حاجة. صافي من بعد ما كترتاح لنا هاديك العجينة غادي نبدا باش غادي نبدا نشكّل فيها. صافي غناخد واحد الطريف باش يبدا نسهّل عليا الطليق ديالها، وغادي نبدا نطلقها، يا إما تطلقوها بين جوج ديال البلاستيكات، يا إما تطلقوها بين جوج ديال الورق ديال الفرن، يعني لكم الاختيار. صافي غادي نطلقها ونطلقها مغليطة مرقيقة، حيت ما غاديش نعملوهم على بعضياتهم، ما خصهمش يكونوا رقاقين حيت غادي يتحرقوا في الفران، يعني نطلقها بين وبين، ما تكونش غليظة بزاف باش ما تجيناش غليظة، وما تكونش رقيقة، حيت كيما قُلت لكم هي ما فيها لا خميرة لا حتى شي حاجة، يعني قداش ما طلقتوها غادي تبقى لكم. صافي هنايا غادي نبدا نرشمها، غادي تستعملوا أي قطعة عندكم بغيتو تستعملوها، نتوما يعني أي قطعة عندكم غادي تستعملوها، ديك البلاستيكات ديال الشوكولاتة عندكم غادي تستعملوها، ما عندكمشي تقدروا تفينيوها غير باللوز فيلي، ولا تعملوا وحدة على وحدة، تعملوا وحدة مثقوبة وحدة خاوية بحال الشكل اللي عملت أنا، يعني نتوما لكم الاختيار تقدروا تفينيوها كيف ما بغيتو، يعني نتوما كتعتمدوا غير على العجينة. صافي غادي نبدا نهزها كيما كتشوفوا كتكون العجينة هشيشة بزاف، كنهزوها يدا بشي موس أولا بشي سباتولا وكنعملوها في الطبلة. أنا هنايا شعلت الفران ونقّصتلو، خصو الصابلي العافية مهيلة على 180 درجة، ماهلولو خليوها يطيب على خاطرو، وعاوتاني ما نحمروش بزاف، يعني ما نفوتوش فيه الطياب، غير يتحمرنا من القاع، من الوجه غير نهبطوه صافي نخرجوه باش ما يجيناش اللون ديالو محمر بزاف. وشكل آخر غادي نقطعو بالقطاعة مربعة، حيت غادي نعملو داك الأرابيسك، السيليكونة ديال الأرابيسك، غادي نقطعو مربع، حسبت شحال عندي ديال الشوكلاطات وغادي نقطع، كنقطع يدا وحدة زايدة. وهذاك البنات الشكل اللي كان عندي فيه الكاكاو المُر، أنا عندي غير واحد السيلبات، وقُلت ما غاديش نبقى ندخّل ونطيّب ونخرّج، عملت هذاك السيلبات فوق العجينة وطلقته مزيان بالمطلق، هيدا باش ما كتبقاوش طيبوا بشوية بشوية، يكون عندكم شحال ما كاين كمية ديال الصابلي، عملوا ديك السيلبات فوق منه باش كيخرجوا لكم في هذيك الرشيمة ديال داك المربعات، صافي ورشموه عادي وطيبوه في الطاوة عادي، حيت إلا بغينا نطيبوا على السيلبات خصنا يكون عندنا
على الأقل واحد 2 ولا 3 ديال السيلبات. أنا صراحة عندي 2، واحد ما عرفتوش فين مشى، فطلقته فوق العجينة، وطلقت هاديك العجينة باش يجيو لي فيها ديك المربعات اللي كيبانو فيه. صافي دخّلت الصابلي ديالي يطيب، وجُزت من هاد المُتيفات هادو. هادي عندي فيها عيد مبارك وجبتها معايا صراحة من المغرب، غادي نستعملها أول مرة، غادي نستعملها في الصابلي. دوّبت هنايا الشوكولات، صافي كنذوبو عادي كالا كنعملها في حمام مريم، وكنزيد عليها شوية ديال الزيت صافي، وكندوبها. غادي نعمّر بها هادو، غادي نعمّر هاديك السيليكونات ديال شكل بومبي ستيتوين، هادوك ماشي كبارين، باش ما يتغلطولكمش يبانو لكم كبارين، هُما غير صغارين. وهنايا غادي ندوز باش غادي نعدل السيلبات. هاد السيلبات هذا ماشي السيلبات عفوًا، الأرابيسك. هاد الأرابيسك هادو شوية الخدمة ديالهم باسلة، ولكن خاصكم غير تستانسوا معاهم باش كيخرجوا لكم مفينين وما كيخرجوش موسخين. غادي في الأول كنحيدو ديك الجلدة الأولانية، نعملو الشوكولات، ومن بعد كنخدم واحد السباتولا كنبقى نقي بها، كندخل هداك الشوكولات كحل خصني يدخل غير في داك الفراغات باش كيخرج لي داك الزواق معوّض. صافي يعني ما خصنيش زعما ما خصنيش يبقى لي داك السيليكون موسخ، باش ملي نعمل الشوكولاتة بيض تخرج لي هداك الشوكولات يخرج لي مفين. ضروري من هاد الطريقة هادي، فينيوه مزيان، مزيان، باش هادا كيجيكم داك الشوكولاتة البيض ما كيجيش موسخ، كتجي فيه غير ديك الرشيمة. صافي كنحاول أيضًا نقي بلاصة اللي كنشوفها ما فيهاش كنرجع كنعمل لها الشوكولات كيف ما كتشوفوا، وأنا ماشية كنعوّض فيه. صافي هنايا من بعد ما عدلته عملت له هذاك المربع الثاني ديال السيليكونة ديالو اللي كتكون فوق منه، حيت هي كتجي مقسومة على جوج هاد السيليكونة. صافي وغادي نعمل الشوكولاتة البيضا، غادي نخليه حتى يبس، وغادي نزولو منه بكل سهولة. يعني ملي كتخليوه كيبرد كيبرد كتبقاو تزولوه منه، يعني كيزول بكل سهولة، ما كيعذبكم ما حتى شي حاجة. هنا يا بنات من بعد ما طاب لي الصابلي ديالي، شوفوا هذا كيفاش كيجي. ديك السيلبات كيجي مرشوم فيه، بالكاميرا ما بانش، صراحة كيجي باين. شوفوا ما تعاوج الصابلي ما حتى شي حاجة، يعني تبعوا كيما قلت لكم غير الطريقة اللي قلت لكم، يعني ها هو كيف ما رشمته كيف ما بقى، ما تنفخ لي ما تعوج لي ما حتى شي حاجة. وانا بالصابلي ما حمرتوش بزاف، كنحمرو شوية من القاع، كنعطيه الحق ديالو في التحمر. صافي وهادو هما الشكلات اللي وجدت معكم هيدا ديال الشوكولاتة. عملت هاد اللي فيها عيد سعيد، وعملت هادوك لي بومبي هادو كيكونوا صغيورين، وعملت هاد الارابيسك هادو. شوفوا كيفاش كيجيو نقيين ومفينين. إلا عملتو الطريقة اللي عملت أنا غادي يجيوكم مفينين. بطبيعة الحال التزيين كيبقى على حساب ذوق كل واحد فيكم، كيما قلت لكم نتوما اعتمدوا غير على العجينة. أنا الصابلي ديالي صراحة الله ما كنعملش فيه التعليكات، ما كنعملهمش فيه، كنعمل فيه أكترية نيسلي كراميل، حيت نيسلي كراميل كيزيد يعطينا واحد المذاق اللي هو مزيون. هداك الصابلي تقدروا تستعملوا حتى الكونفيتير ديال الفريسة ولا الكونفيتير اللي بغيتو، كتزيدوا عليها شوية ديال السكر، كتعملوها فوق البوطة كتغلى باش كتخفف معاكم، ومن بعد كتلصقوا بها حتى هي كتعطي نتيجة مزيونة وكتجي فنة فوق داك الصابلي. وملي كتبّس كتعطي واحد التعليكة اللي هي مزيونة. كما قلت لكم إلا كانت عندكم مثلًا كاس ديال الكونفيتير غادي تزيدوا له واحد المعلقة هيدا صغيرة ديال السكر، عملوه يغلى على البوطة مزيان، مزيان، ومن بعد عملوه كتعليكة. واللي كيعجبو يستعمل التعليكات يستعمل التعليكات. أنا بغيت نشارك معكم هاد الطريقة ديالي في العجينة، والتزيين كيبقى على الذوق د كل واحد فيكم. يعني العجينة هي اللي أهم حاجة تكون ناجحة في الصابلي، والتزيين كيبقى على حساب الذوق د كل واحد. كما قلت لكم هاد العجينة هادي تقدروا تعتمدوها في لي صابلي كاملين، يعني لي صابلي بيرسوناليزي تقدروا تستعملوها حتى في لي طارطو لي سخاويين، يعني بزاف ديال الاستعمالات تقدروا تستعملوهم في هاد العجينة هادي. صافي أنا كنفينيهم باللوز كونكاسي، تقدروا تستعملوا الكاوكاو كونكاسي كما قلت لكم، لكم الاختيار. أنا هنايا كان كيعجبني نعمل اللوز كونكاسي، وكما قلت لكم كيعجبني نلصّق بالنسلي كراميل باش كيجيني داك المذاق مزيون في داك الصابلي. هادوك ديال الكاكاو هادوك عملت لهم الكاناج ديال الشوكولات، يعني كنعمل الكاناج ديال الشوكولات، كنجيب الشوكولات كنذوبو في حمام مريم. مثلًا عندي 125 غرام ديال الشوكولات، كنزيد عليه ملي كيذوب لي مزيان ما كنعمل عليه لا زيت لا والو، كنزيد عليه 4 كاس ديال
4 كاس ديال الحليب، وكنزيد عليهم معلقة صغيرة ديال الزبدة، كنحركو مزيان، مزيان، وهو غيبان لكم بحال اللي تقطّع ولكن هو ما كيتقطّع ما والو، كتحركوه مزيان، مزيان، وكتستعملوه هيدا كحشوة تا هو اللي صابلي كيجي كيحمّق. أنا هاداك ديال الكاكاو عملت له هاد الحشوة هادي اللي قُلت لكم دابا، يعني ديال الكاناج هي اللي عملت في وسط منه. صافي وغادي نبقى ماشية بنفس الطريقة حتى غادي نسالي الكمية كاملة اللي عندي. ها هو الشكل ديالو النهائي كيف ما كتشوفوا. نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون كنت خفيفة على القلوب ديالكم. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو ولو غير شويه. ما تنسونيش من لايك ديالكم والكومونتيرات ديالكم الرائعه. عواشركم مبروك، يدخل عليكم ربي بالصحه والسلامه وطول العمر، واش ما كتمناو ان شاء الله يا ربي. بسلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.